السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض صينيه فراخ مشويه بتتبيله بسيطه جدا بس طعمها خطير، وطريقتها سهله جدا جدا، مش بتاخد معاكي وقت خالص. يلا بينا نقول بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى اله وصحبه اجمعين. زي ما انتم شايفين الفراخ دايبه ومستويه وطعمها خطير. يلا بينا ندخل على الطريقة على طول. ما تنسوش لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة ومن المشاركة مع اصدقائكم. بصوا بقى، انا هنا عندي بصلاية كده صغيرة، طماطماية، قرن فلفل، وفصين توم، كمان عندي عصير نص ليمونة كبير. هاخد الكلام ده كده كله اضربه في الخلاط واحط عليه معلقة خل علشان ينضرب كويس. عايزاه ينفرم ناعم خالص لحد لما ينزل كل المية بتاعته. طبعا عندي بقى فرخة غسلاها غسلة كويسة، مصفياها ومظبطاها تمام. مقطعاها بقى على قد ما انت عايزة، لو هي صغيرة قطعيها 4، لو هي كبيرة قطعيها 8 او اكتر. هنا زي ما انتوا شايفين كده صفيت بقى كل المكونات بتاعتنا. انا مش عايزة غير المية بس، هستخدم في التتبيلة مية البصل والطماطم والمكونات اللي انتوا شايفينها دي تمام. هنصفيها، وكل اللي طلع في المصفى ده مش عايزينه. خدنا بقى المية كده بتاعت البصل والطماطم والثوم، وحطيت كمان معلقة خل والليمون. هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من دبس الرمان. لو ما عندكيش دبس رمان ممكن تحطي معلقة كبيرة من العسل الاسود، او معلقة صغيرة كده من العسل الاسود او العسل النحل تمام. هنا كده عندي رشة من الفلفل الاسود، رشة من البابريكا. حطي بقى التوابل بتاعتك، يا تحطي ال7 بهارات يا تحطي بهارات الفراخ المشوية تمام. المتاحة عندك يعني المتوفر استخدميه. حطيت كده كمان معلقة من الزيت، وهنقلب بقى كل التتبيلة بتاعتنا دي مع بعض. عايزة تحطي اي اضافات تانية انتي حباها او بتستخدميها مفيش اي مشكلة. انا مبسطة عليكم الامور خالص، ومش حاطة توابل كتير ولا اي حاجة علشان الطريقة تبقى سهلة والتوابل تكون متوفرة ان شاء الله في كل بيت. هنا بقى الفراخ بتاعتي غسلاها غسلة حلوة ومصفياها، وكسرة كده العظم بتاع الورك عشان يستوي معايا بسرعة، وكمان ماسكة الاجزاء التانية مفتحاها كده ببوز السكينة فتحات بسيطة علشان تكون سهلة عليا في السوا وتستوي معايا بسرعة، وكمان تشرب من التتبيلة تمام. قطعي الفراخ بتاعتك التقطيعة اللي انت عايزاها تمام. هنا بقى كده هقلب كل الفراخ في التتبيلة وهسيبهم ساعتين 3 اقل حاجة. لو انت عندك وقت ممكن تسيبيهم اكتر من كده، بس تقللي كمية الملح اللي انت هتحطيها في التتبيلة تمام. يعني تخلي بالك من الملح. انا هنا حطيتهم تقريبا ساعتين، وبعد كده يعني ما حطيتهمش وقت طويل. انتي لو عندك وقت ممكن تسيبيهم في التتبيلة اكتر من كده. كل ما بتسيبيهم كل ما بيشربوا من التتبيلة وبيبقى طعمهم حلو جدا جدا. بعد كده بقى سخنت الفرن على اعلى درجة حرارة، جبت صينية ورصيت فيها الفراخ، ونزلت كده بكل التتبيلة بتاعة الفراخ على اجزاء الفراخ بتاعتي. وهدخل الصينية بتاعتي ديت في الفرن من تحت خالص. وطبعا ممكن تغطيها بقى، لو الفراخ بتاعتك كبيرة شوية ممكن تغطيها بورق فويل او غطا كده ألمونيا عندك، بس يكون كابس او حابك قوي على الصينية بتاعتك تمام. هتحطي كده لمدة نص ساعة الغطا، وبعد كده تشيليه علشان الفراخ تاخد معاكي لون. وبتدخلي الفراخ على اعلى درجة حرارة، والفرن يكون سخن جدا جدا قبل ما تدخلي الفراخ تمام. هتاخد بقى وقت قد ايه على حسب الفراخ بتاعتك وحسب حجمها. لو الفرخة صغيرة ممكن تاخد ساعة، لو الفرخة كبيرة ممكن تاخد ساعة ونص. قطعت كده بصلاية وشوية خضرة، حطيت عليهم رشة من التوابل، وهنطلع بقى الفراخ بتاعتنا بعد ما استوت. زي ما انتوا شايفين كده لونها جميل وطعمها خطير ومستوية ودايبة. عايزة اقول لكم طعمها حلو جدا جدا، جربوها. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وعملوا لي مشاركة مع اصدقائكم للفيديو، كمان لايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد. ياريت بقى تكتبوا لي كومنت كده حلو منكم، وتعملوا لايك، وتنسوا اللايك يا بنات.